يا صباح الفل والهنا والحلويات. ميعادنا النهارده يا جماعه مع اكتر فيديو انا بحب اعمله في حياتي، مثلا ان انا اجيب هدوم جديده. اخيرا جبت هدوم شتوي جديده من شي ان. هم مش قطع كتير، هم تقريبا 5 قطع بس، لكن فرحتي بيهم بجد والله لا توصف يا جماعه. شي ان في الشتوي خطير، اللي هو انا لو بنفس الفلوس جبت نفس المنتج او نفس الحاجه من بره هدفع مثلا ضعف الثمن. لا، هدوم شي ان الشتوي لا يعلى عليه. مش هطول عليكم بقى، تعالوا اوريكم ال5 قطع. بديهي يا جماعه، بديهي، يعني مفيش شروه ليا من شي ان من غير مخططات. انا لازم اجيب مخطط، انا لو ما اجيبش حاجه مخططه اتحرق. هو تحسوه حاجه من الحاجات اللي هي الهاند ميد دي، اللي هي يعني لو حد فاهم انا اقصد ايه اكتبوا لي تحت في الكومنتس، عشان انا مش فاهمه. انا محتاجاكم بجد ان انتوا تساعدوني في الماتيريال. اللي يشوفها يفتكر ان هي خفيفه، لكن هي مش خفيفه خالص. انا بحس ان انا لابسه حاجه خفيفه جدا ولكن مدفياني جدا. القطعه دي من القطع اللي انا برشحها لك بشده، تحفه. هي قصيره سيكه كده، وانا علشان كنت فاكره ان انا بصراحه تخنت قوي، يعني انا اليومين دول خاسه، بس انا وانا بطلب الحاجه كنت تخينه. كنت تقريبا بنقي حرفيا اعلى سايز في كل قطعه. دي كان اعلى سايز فيها لارج. انا دلوقتي وزني 75 كيلو. اللارج انا شايفاها لطيفه عليا جدا، يعني مش ضيقه خالص، هي قصيره سيكه. هلبس عليها بقى حاجه طويله. البلوفر ده عظيم، حلوه عليا جدا. اكتر قطعه بقى وانا بطلبها كنت متشوقه لها جدا، عايزه اشوف شكلها عليا هتكون عامله ازاي. كانت البلوفر ده الازرق، لان انا ما عنديش حاجه اللون ده خالص. ما عنديش حاجه اللون ده. هو احمد وزيزو هم اللي عندهم حاجات اللون ده، وانا لما باجي اطقم معاهم مش بعرف. فعشان كده كنت مبسوطه ان انا جبت حاجه اللون الازرق الزهري، الازرق الحلو، الازرق اللي انتي بتدوري عليه في كل حاجه. ده انا عاجبني جدا. انا ده جبت منه مقاس لارج برضو، وبرده هو حلو عليا قوي. طبعا انتوا هتشوفوا الصور وكل حاجه، حلو عليا قوي. يعني ما حسيتش انه يا ريت كان اكبر. لا، تمام. هو بس مشكلته انه دراعه طويله، يعني هي واسعه، الستايل بتاعها عظيم قوي بصراحه، لكن دراعه طويل قوي. مش فاهمه ليه طويل قوي، يعني بيقع كده مني، تحسوا ان هو بيزاول شويه. فانا مش عارفه ايه حله، ان انا اتني الدراع ولا اسيبه كده موضه ولا ايه. هو ستايله كده، بس هو معايا مزاولني شويه، مخليني كل شويه افضل اعمل كده علشان يقع. فلا بس جميل. وشايفين الخامه بتاعته عامله ازاي؟ على فكره انا كنت اصلا هلبسه قبل التصوير، بس قلت لا علشان اعرضه. انا ده رحت بيه لماما من يومين، وكنت لابسه عليه بنطلون بيج وشوز بيج عاليه وطرحه كانت بيج. كان حلو اللون ده، لايق قوي 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 ان انا انسقه مع الابيض او البيج. هيكون لطيف. والاوف وايت مثلا لذيذ قوي قوي. من ساعه ما خسيت وانا عايزه بنطلون جينز جديد، لان انا بنطلوناتي كانت كنت جايباها في الحمل فواسعه عليا قوي قوي، او بنطلونات حمل، او البنطلونات اللي كانت عندي قبل ما احمل اللي هي وانا 67 كيلو. فانا عندي البنطلونات يا واسعه قوي بتوع حمل، يا اما ضيقين قوي، فكنت محتاجه بنطلون جينز جديد. ويا ريتني ما جبت. انا جبت البنطلون ده، انا طالباه على اساس انه واسع، حاجه كده منفات، حاجه رجله واسعه، اعرف البسه على البلوزات القصيره اللي انا طالباها. ما انا عارفه ان انا طالبه حاجات قصيره، فكنت عايزه بنطلون واسع، فطلبت من ده مقاس اكس لارج. انا اصلا طول عمري مقاسي في البنطلونات من شي ان لارج، فان انا اجيب من ده اكس لارج انا كنت عامله حسابي انه ان شاء الله هيكون مقاسي دلوقتي بعد ما تخنت. خصوصا ان هو بصوا من فوق يعني من فوق من عند الوسط هو واسع، والقصه بتاعته حلوه، ومن تحت رجليه واسعه. طلع ضيق عليا، طلع ضيق قوي. فده من القطع اللي هتستنى شويه. البنطلون جينز حلو، شي ان في البنطلونات الجينز حلوه قوي بالنسبه لي. بقى القطعتين الماستر بيس اللي انا ازبهليت من جمالهم، اللي انا ما كنتش متخيله ان هم حلوين كده، دول القطعتين دول اللي اكدوا لي انه شي ان عظيمه، صارفه ومكلفه في الشتوي.
الجاكيت ده ولا هتسموه كارديجان ولا ايا كان اسمه، انا بصي وانتي في الفيديو انزلي شوفي اللينك بتاعه واطلبيه، من اقيم الحاجات اللي انا اشتريتها او جبتها للشتاء. خطير خطير. والفكره بقى ان انا عملت في نفسي احسن خدمه، مش انا كنت عشان انا تخنت، انا والله حتى ما كنتش ببص في الارقام على قد ما انا اكس لارج بطلب حاجات واسعه. انا جايبه من الكارديجان ده اكس لارج واسع عليا، وستايله الواسع مخليه اقيم. يعني انا متهيألي ان هو لو كان مقاسي بالظبط ما كنتش عمري هحبه بالشكل ده. خطير الغرزه بتاعته حلوه. انا ده مامتي اول ما شافته كانت هتتجنن عليه. لا قطعه قيمه، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هطلب منه كمان لون تاني مثلا او لون اسود كمان، لان انا حاسه ان القطعه دي حاسه انها مهمه انها تكون عندي في الدولاب. واساسا هو جرأة مني ان انا اطلب اللون ده، قلت تغيير، وهو اصلا ده كان اللي هو الهوت كالر عندهم، اللي هو اكتر درجه عندهم بتتباع او بتطلب. فانا قلت ان انا ما اختارش حاجه مختلفه واختار اللون ده حتى جديد، يعني حاجه جديده ما بقاش كله اسود كده. حلوه قوي. اخر قطعه واللي انا ما كنتش فعلا متخيله ان هي الكواليتي بتاعتها كده خالص. يعني انا اول ما مسكته انا شايفاه في الصوره انه مثلا كيمونو بتاع حاجه شال ممكن تكون خفيفه لانه مش باين تقله. بصوا تقل اسمه ايه ده كيمونو ده شال، يعني شال ايا كان. يعني هو اقول لكم ايه، ده صوف مثلا، صوف تخين. انا كان الجو ساقعه ساعه ما هو جه، وتقريبا انا لبسته على قط كنت حاسه ان انا ميته من الحر. دافي دفى تحسوا بطانيه، انا ماسكه بطانيه في ايدي. خطير. وبرده يعني قلت اغير كالرز كده، وبرده ده كان الدرجه، هو في منه الوان تانية بس انا اخترت الدرجه دي. ده بقى فعلا جه كبير عليا، ده جه كبير. هو كبير ماشي، ستايله حلو او شكله حلو عليا كحاجه اوفر سايز، ولكن هو باين اكني لابسه حاجه مش بتاعتي، يعني كبير شويه. هتشوفوا طبعا صورته. انا ده جايبه منه مقاس اكس لارج برضو. القطعه دي برضو خطيره، بس متهيألي لو انت طلبتيها تجيبي درجه اقل مثلا، يعني مثلا لارج تحفه. خصوصا اصلا ان انا عندي مع اول جوازي كنت جايبه شوز وشنطه نفس اللون الاورنج ده بالظبط. فانا اول ما شفت اللون خلاص انا عرفت الطقم انا عرفت الطقم. الحاجات حلوه قوي بصراحه، الحاجه كانت احلى مما انا تخيلت. الكواليتي بتاعه الهدوم الشتوي عن شي ان تحترم جدا جدا جدا. يعني انا لازم فعلا ان انا كمان اطلب اوردر لجوزي وابني من الكولكشن الشتوي بتاع شي ان. انا المره دي ما قدرتش اجيب غير 5 قطع، لكن انا لازم في حاجات كتير عيني فيها في الموقع بجد من جمالهم. بجد الحاجه تحفه. ما تنسوش ان في كود خصم باسم مينو، ده هيديكوا خصم 15% على اي مشتريات ليكوا من شي ان. الفيديو ما كانش طويل، كان يعني كيوت. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، وكمان تعملوا لنا فولو على الانستجرام. وكمان ما تنسوش ان انتوا هتلاقوا كل لينكات كل القطع تحت في صندوق الوصف. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. تصبحوا على خير.